مدرب منتخب تنزانيا الجزائري يعلق على خسارة أمام المنتخب المغربي ومواجهته المقبلة للأسود في نهائيات الكان. ماذا قال الناخب الوطني وليد الركراكي عن حكيم زياش بعد الفوز على تنزانيا؟ والآن إلى التفاصيل. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو لتتوصلوا بجديدنا دائما، وشكرا لكم. هنأ الجزائري عادل عمروش مدرب المنتخب التنزاني لكرة القدم المنتخب المغربي على تحقيقه نتيجة الفوز بهدفين دون رد، معتبرا أن الهزيمة أمام الأسود منطقية وعادلة نظرا لقيمة وحجم لاعبي الأسود. وقال مدرب المنتخب التنزاني في تصريح لقناة الرياضية: المنتخب المغربي وقع على مباراة جيدة، والمشكل الذي وجهناه أمامه كان بدنياً. لا يمكننا أن نلعب مباراتين في ظرف 3 أيام. الإرهاق طال لاعبينا بعد تنقل من المغرب لدار السلام الذي تطلب منا 12 ساعة كاملة. وتابع عمروش: لا نمتلك لاعبين مثلما يتوفر عليه المنتخب المغربي، والعديد من لاعبينا غابوا عن المباراة بسبب الإرهاق والإصابة. هزيمتنا منطقية لأنها كانت أمام منتخب عالمي. وأضاف مدرب منتخب تنزانيا: سنحاول تصحيح أخطائنا حتى نكون وراء المنتخبات القوية. أهدافنا واضحة ليست هي أهداف المنتخبات الكبيرة. نحن نسعى لبناء منتخب للمستقبل. وبخصوص مواجهة منتخب تنزانيا للأسود في أولى مبارياته بكأس إفريقيا المقبلة، قال عمروش: ندرك أنه تنتظرنا مواجهة قوية أمام المنتخب المغربي في كأس إفريقيا، ومواجهته في تصفيات المونديال تجربة جيدة للاعبينا. أشاد الناخب الوطني وليد الركراكي باللاعب حكيم زياش بعد فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره التنزاني بهدفين دون رد مساء اليوم الثلاثاء بدار السلام ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وقال للركراكي في تصريح له بعد نهاية المباراة: بعد تضييع ضربة الجزاء دخلنا في مرحلة الشك، لكن اللاعبون حافظوا على تركيزهم، وعندما يكون عندك لاعب من أمثال زياش فيمكن أن يقلب الموازين في أي لحظة. تجدر الإشارة إلى أن حكيم زياش هو الذي سجل هدف التقدم للمنتخب الوطني أمام تنزانيا من تسديدة قوية من منتصف الملعب باغت بها حارس مرمى منتخب تنزانيا.